الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بصوا بقى، خلاص قلبت كل الخليط اللي احنا عملناه مع بعض في بوله عشان اعرف احشي في الحله هنا الكرومب، وحمرت البرنجان زي ما انتم شايفين كده، وجبت حله صغيره هحشي فيها الكوسه والفلفل والبرنجان وورق العنب. هبدا بقى طب لما نعمل البرنجان ما تملوش قوي، بس كده. هكتر الميه ولازم تكون ميه سخنه، مش هكتر الميه عشان خاطر الكوسه زي ما قلت لكم كده كده هتنزل ميه. بس كده هعلق عليها بقى، بس الاول هرش شويه ملح من على الوش. بس كده. بصوا انا خلاص خلصت الكرنب، اللهم صل على النبي، الورق العنب والكوسه والفلفل والبرنجان. بس انا ايه قلبت تاني، حطيت ورق العنب تحت والكوسه فوق عشان الكوسه هتنزل ميه. تمام. هعلق عليها بقى دلوقتي، ارش شويه ملح على الوش واحط ميه. لو انت عندك شوربه ممكن تسقي المحشي بشوربه عادي. وهنا حله الكرنب، هحط كده شويه واحده مرقه ماجي وشويه ملح على الوش، مش هكتر الملح، وشويه ميه. ولازم الميه لازم يكون اول صف من الكرنب فوق كده يبان، بلاش تكتري الميه. بس كده. النهارده الفيديو برعايه امي اللي حشت البومبار وحشت الكرنب. انا حشيت بس الورق العنب والكوسه والفلفل والبرنجان. تعالوا بقى اما اوريكم هسقي قصدي هسقي الكرنب ازاي. هحط ملح وشويه شطه على الوش والميه ومرق الدجاج. ماما بقى اللي هتقوم بالمهمه بتاعت البومبار دي، لان ماما هي اللي هتحشي البومبار. اما عقبال انا احشي ورق العنب والكوسه والفلفل والبرنجان عشان ايه ننجز ونقعد نتغدى سوا مع بعض. هنا خلاص اهو زي ما انتم شايفين ماما حشت البومبار. تسلم ايدك يا ست الكل. اول ما الميه تسخن بقى هنزل بالبومبار واحط ورق لوري ومستكه وحبهان
وهسيب الميه تسخن. اول ما تسخن وتسخن قوي هقوم نازله بالبومبار. بصوا بقى، جبت حله حطيت فيها ميه وحطيت ورق راوري واحط شويه ملح، ودي الحله اللي احنا علقنا عليها اما عقبال ماما تعمل الكرنب. خلاص الميه غلت، هنزل بقى بالبومبار. خلاص نزلت بكمية البومبار اللي معانا، هغطي عليها بقى دلوقتي. وهنا الحلة دي بتستوي اهي، هسيب بقى البومبار يستوي والكوسة والفلفل والباذنجان يستوي. ماشي، هغطي عليها بقى واسيبها تستوي البومبار، واسيب كل حاجة تستوي اما عقبال ماما تحشي الكرنب. وهنا الفراخ هدخلها بس الفرن تاخد لون ويكون كده الاكل خلص. هسيب بقى كل حاجه تستوي، ولما تخلص كل السوا هوريكم مع بعض في الاخر. خلاص علقت على الكرنب، وهنا خلاص الحله دي استوت، وده البومبار. بصوا الحلاوه، احنا بنعشق حاجه اسمها بومبار. اللي بيعشق البومبار زينا قولوا لهم حاجه، قولوا لهم انهم يعملوا اكتبوا لي في الكومنتات مين اللي بيحب البومبار زينا. خلاص دخلت الفراخ تاخد لون، هي خلاص كده كده استوت. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. البومبار خلص، بصوا الحلاوه. مين اللي بيحب شوربه البومبار؟ بصوا الحلاوه، بصوا الحلاوه. وده البومبار. كل حاجه كده خلصت معانا، البومبار بس لسه بيستوي، وبعد كده نحمر البومبار. هحمر بقى البومبار عشان ايه، احنا خلاص من حلاوه الاكل والريحه جوعنا. انت ممكن تقولي لهم ان الاكل تحفه، انت عمال مزقنا تدوقي من ورا الكاميرا. بصوا تحفه. وهنا خلاص غرفت المحشي، الكوسه والفلفل والبرنجان والورق العنب زي ما انتم شايفين كده. بصوا الشوربه وحلاوه الشوربه، الشوربه تقيله، احنا بنحب الشوربه. دايما المستكه والحباني ديت هي اللي بتيجي في بقنا. هغرف طبق واحد بس وانا واختي هنخمس فيه. بس خلاص هنطلع البومبار، وبعد كده بقى نقعد ناكل. وهنا نكون خلاص وصلنا لاخر الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والوصفات بتاعت النهارده تكون عجبتكم وتكون سهله عليكم. وما تنسوش تحطوا اللايك لو عجبكم الفيديو، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.